مساء الخير. الليلة سنتكلم عن اليمني، الإنسان اليمني كطاقة مهدرة. في منطقتين هاجر إليها اليمني مع مطلع القرن 1900 هاجر اليمني إلى أمريكا، وهاجر اليمني إلى المملكة المتحدة اللي بنسميها الآن إنجلترا. وتركز اليمني هناك في أمريكا في منطقة ميشيغان، وفي ميشيغان تركز في مدينة اسمها ديترويت حيث مصانع فورد للسيارات. أنا زرت المنطقة هذه. ليش؟ لأن كنت أنا أستاذ زائر في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، وطبعا لي أصدقاء كثر يمنيين في ميشيغان، فرحت زرتهم. يعني مناظر خلابة كانت، خاصة ديترويت، يعني مطاعم يمنية في الشوارع، وناس لابسة وزرة، وناس بتخزن ومع ذلك خلال ساعات العمل تلقاهم واقفين في مصانع فورد للسيارات. وقامت صناعة فورد للسيارات من ضمن العمالة الفعالة فيها العمالة اليمنية. ولذلك الآن لو تروحون إلى أمريكا وتزورون ديترويت وديربورن والمناطق الأخرى المحيطة في ميشيغان، ستلاحظون أن اليمني أصبح الآن يعني يصوت في الانتخابات، وعضو في الكونغرس، وعضو في الحكومة المحلية، وعضو ناشط في الاقتصاد وفي التجارة، وقس على ذلك. وحتى أنه كثير من الصحفيين اليوم اللي يكتبون في صحف الولاية هذه اللي هي ميشيغان يطرون اليمني بحيويته وبفعاليته يعني إسهامه في التجارة المحلية وفي الرأي العام المحلي وفي الحركة العمالة والعمال في هذه الولاية. في منطقة أخرى هاجر إليها اليمني في المملكة المتحدة، وهي منطقة شيفيلد. منطقة شيفيلد هذه مشهورة بالفضة وصناعات الفضة، واليمن مشهور بالفضة. يعني الجنبيات هذه مالت اليمني اللي يحطها ويكشخ فيها في المواسم وفي المآدب كلها من الفضة. ولذلك اليمني عنده خبرة طويلة بالفضة. في شيفيلد مصنع كبير اسمه كريستوفل لصناعات الفضة، ولذلك اليمني هناك يبدع في مصانع كريستوفل. ولذلك لما تروحون إلى شيفيلد في إنجلترا راح تشوف يعني أقلية يمنية تجنست بالجنسية البريطانية، لها مساجدها ولها مطاعمها ولها حوانيتها ولها عمالها الذين يعملون في مصانع كريستوفل الفنية الراقية. يعني ما أدري هل سمعتوا بكريستوفل؟ يعني الأواني، السكاكين، الشوك، الملاعق، صحاف الفضة، كلها كانت بإتقان يقوم بصناعتها كريستوفل. بس العمالة ممن؟ العمالة من اليمن. هذا اليمني إذا وضعته في البيئة الصحيحة شوف شلون ينتج. أنتج في ديترويت وأنتج في شيفيلد، إنتاج ضخم، إنتاج صناعي، مهارة صناعية. ولذلك بس أنت طلع اليمني من الضغوطات الاقتصادية والضغوطات المعيشية وشوف شلون يبدع. طلعوه من الحالة هذه الاقتصادية وجيبوه عندنا في الكويت وفي الإمارات وفي قطر وفي السعودية. لا الحمد لله السعودية عندهم
يعني أرقام جيدة من أخواننا اليمنيين، والحمد لله يعني هم في ستر في السعودية، لكن هاتوهم عندنا في الكويت وفي الإمارات وفي قطر وفي البحرين وشوفوا شلون يبدعون. أنا متأكد لو إحنا بس فتحنا الباب لهذا اليمني وأدخلناه إلى دول التعاون فقط ليتعيش، فقط ليصبح جزء من العمالة العاملة في دول التعاون، صدقوني أنه سيبدع. أنا كان لي زملاء من اليمن في الدراسة، درست معهم من يوم عمري 6 سنوات إلى الدكتوراه. يعني حتى عندما كنت في المراحل الابتدائية كان معنا اليمني في كليات إنجليزية خاصة، كليات إنجليزية خاصة، من بيت المقطري، من أولاد الوجيه، من مجموعة كبيرة يعني من الزملاء في الدراسة اليمنيين، وكانوا يبدعون في اللغة، يبدعون في الرياضيات، يبدعون في الكيمياء، يبدعون. طلع اليمني من الضغوطات وشوف كيف يبدع. هذه رسالتي لكم في الحلقة هذه، كيف أبدع اليمني في شيفيلد وكيف أبدع في ديترويت في ميشيغان. من حقه أن يبدع في الأرض العربية، من حقنا عليه ومن حقه علينا أن ندع له الأبواب مفتوحة لكي يبدع. مسألة الفيز هذه أصبحت يعني سبة في تاريخنا. لازم نفتح الباب لليمني لكي يشكل خميرة لأمننا. هل تصدقون أو لا تصدقون أن هذا اليمني مقاتل شرس ومقاتل قادر لحفظ الأمن عندنا في دول التعاون؟ والله ممكن جيوشنا كلها تكون من هذا اليمني. لن تتجرأ دولة من دول الجوار أن تمد يدها على دول التعاون لو كان عندنا إحنا القوة العسكرية. ممكن جدا أن يكون هذا اليمني جزء أساسي من هذه القوة العسكرية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.